نماذج تمثل قمة الابتذال. أريد أسقط هذه الفكرة على واقعنا. أنتم ليش انزعجتم من إقرار قانون الحشد الشعبي؟ شنو السبب؟ ليش؟ أنت يا من تفقه إلا لغة الملاهي ولا تفقه إلا لغة الطائفية ولغة الفتن. هذا جزاء إنسان حرر الأرض بدمه؟ هذا جزاء إنسان تحرك بموجب فتوى يجمع الكل على أنها وطنية؟ صح لو أنا غلطان؟ تحركوا بمضمار وطني. أيها السخيف، سخيف، هذا جزاء الشهيد. هذا الشهيد اللي راح وانطى دمه، هذا جزاء الأرامل. توقف وتقول فلتنس بغداد الآمن بعد ماكو أمان. ليش؟ لأن أقر القانون، لأن اعتبروا هاي القوة العقائدية صارت قوة وطنية تدافع عن العراق. إذا كنت جنابك تتخوف من بعض التصرفات لمرتزقة يأتون ويستخدمون هذا الاسم، الآن أقر وطنيا، صار كجيش العراق، صار يحكمه القانون. بعد يقدر أحد يجي باسمه يسوي هاي الممارسات؟ مطلقا أبدا، صار قانون. لكن أنت ما شارب من مي العراق، أنت تراب العراق ما غسل وجهك، أنت ابن ذل. لو أنك ابن عز، لو أنت حر، لو أنت هقوة زلم، كان من نظرت لهاي الشهداء كان قلت أنا عزت الشهيد، كان عرفت قيمة دم الشهيد. اسمعوا شبابنا، هذه حكاية توصلك وتتعداك وتنقلها. دم الشهيد كالثورة كالنار تأكل الظلم. دم الحسين عليه السلام أسقط عروش الطغاة جيلا بعد جيل. ودم الشهيد حرر المدن، ودم الشهيد وقف داعش، ودم الشهيد إن شاء الله تعالى راح يقضي على كل هاي بؤر العهر وهذه بؤر الذل والفتن إن شاء الله تعالى، ببركة أعلى الصلوات من حرم رسول الله وأبي المسلم. هذا رأي جمهوري. فانضبط يا متطرف واعرف شلون تتكلم. شاء الله وإشاءة الله رغما على أنوفكم تمشي، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله ما يصير أكو التفاف بعثي ولا مساومات سياسية على القانون، لأنه رأينا كمؤسسة دينية صريح وواضح. اعتدال لو مو اعتدال؟ ها؟ لا مجال لعودة البعث لو أكو مجال. خاف ورا يومين يسوون السياسيين صفقات، هايدا نقولهم من منبر رسول الله دعوا الصفقات إذا أنتم صدق تقولون القرار للشعب. ولو أنا أشك أنتم فقدتوا شرعيتكم من يوم طبوا الشعب للبرلمان، من هذا الشعب البطل المظلوم طب للبرلمان أنتم سقطت شرعيتكم، انتهت. هذا رأي جماهير. تسمحون بعودة البعث؟ ها؟ تسمحون بالمساومات؟ تسمحون بالصفقات؟ صلوا على محمد وآله. هذا رأي جماهير.